بخت هالكلمة تعتبر من أسلحة الدمار الشامل. كل شلة اكو واحد عينه واحد على واحد، بس يشوف شغلة ويقول عليها ياباه. باع شلون سيارة عندهم؟ الحسد أكثر شيء الناس تخاف منه هو الحسد. اسمعنا عشان الحسد ملك الغابة. اكو ولد اسمه علاء سووا تقرير تلفزيوني كامل عنه وعن مهارته بالحسد، لدرجة انه هو استلم المدرسة مالتهم مقاولات، حسد المعاون، المدير، مشرف تربوي خطية اجى زيارة للمدرسة كوم له السيارة مالته وحرقها، فديوم ضرب له صفنة بالسياج مال المدرسة مالتهم ووقع السياج مال المدرسة. طرد من المدرسة بعد أن أصابت عينه 3 مدرسين ومعاون المدير وأسقطت الجدار الخارجي لها، كما أصابت عينه سيارة المشرف التربوي. علاوي ذكر تجربة مشهورة اسمها تجربة صاروخ تشالنجر. لا هذا علميا موجود، وحتى ايام الحرب البارده الاتحاد السوفيتي وظفت اشخاص على مود قصه الصاروخ تشالنجر معروف. الاتحاد السوفيتي فكر أن يجيب الناس اللي تحسد ويوظفها أن توقع الصواريخ. يعني أنت تجيب واحد من الشلة مالتك يحسد، خلينا نعتبر اسمه جاسم، وأنا راح أجيب واحد من جماعتي اسمه عباس، نوقفهم اثنيناتهم فوق على السطح. من يشوفون صاروخ جاسم يقول بهذا صاروخ يابا، عزا شو منفجر. عباس يقول له توخر، لك شلون يطير هالصاروخ؟ اختراع عظيم، استثمار جبار للحسد. طبعا بعد البحث والدراسات المستفيضة اللي سويناها شفنا انه هاي التجربة اللي حكى عليها علاوي ما موجودة للأسف. انت جبت المعلومات دي منين؟ وذكر علاوي نفسه انه الحسد بدأوا يستثمروه طبيا، لدرجة انه الحسد ممكن ان يقضي على الأورام. يعني واحد مثلا عنده ورم بسم الله يعني فد مكان معين، نجيب هذا الولد العباس، نزعل نطلع المكان بها الورم ونقول له عباس هذا عنده ورم بفلان مكان. عباس شو ورم؟ باعش كبره، ثاني يوم يطيب. ايبا يعني لا كيمياوي ولا دوخة راس ولا مصاريف، مجرد ما يدقه بعين يخلي الورم يروح. وطبعا هم بعد البحوث والدراسات المستفيضة اكتشفت انه هذا الموضوع هم خريط للأسف. فحتى نعرف الحسد شنو وشون الناس تآمن بيه وشنو الفكرة منه، سووا لايك سبسكرايب فعل جرس التنبيهات، واهلا بكم بحلقة جديدة من ما له داعي. حارة الناس شلون تتعامل ويا الحسد، وياهو اللي تشوف انه الدنيا مارسة ويا الحب، تجي تقول له ليش هيك دا يصير وياك، يقول لك حسدوني. انا احسدكم على ايه؟ ده انتوا اغلى جهاز عندكم الخلاط. الرومان سابقا كانوا الشخص اللي يشكون به راح يحسد يتفلون على وجهه 3 مرات، في ايمان منهم انه هذا الموضوع راح يخلي العين مالته تبطل. الاغريق جابوا هاي الفكره من الرومان، لكن سووا لها ابديت شويه، قالوا بدال ما ندفل بوجهه ندفل بداخل الصدر هنا، وهنا راح نقضي على الحسد. بعد بحوث ودراسات مستفيضة سويتها اكتشفت انه اغلب العلماء ما حاكين عن الحسد ابدا، وحتى الفلاسفة او الشخصيات البارزة بالتاريخ من حكت عن الحسد فحكت عنه برؤوس اقلام. والسبب بهذا الموضوع يرجع انه الناس كلها ما تآمن انه هي تحسد. احنا ناس نؤمن بالحسد بس ما نؤمن انه احنا نحسد. يعني كل الناس هسه اذا تسالهم تقول لهم انتم تحسدون يقول لك هاني لا والله. فهاي المشكله واجهت العلماء انه ما حكوا على الحسد حتى لا الناس تظن انه هم دا يحسدون. لذلك السبب الدراسات شيء جدا قليل صار على الحسد. وبعد البحوث والدراسات اكتشفت انه ارسطو حكى عن الحسد في كتاب اسمه الخطاب، وقال الحسد هو عبارة عن الوجع اللي تحس به بفرحة الآخرين. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني وصف مؤذي حقيقة من أرسطو، يقول لك انه انت راح تتوجع اذا حسيت انه غيرك فرحان. وقال أرسطو في نفس الوقت انه الانسان يحسد محيطه، الناس اللي قريبين منه، او يحسد اهله مثلا. من حسد اهله فهو منهم. انت راح تحسد الناس المحيطين بك، يعني كل شلة صح اكو واحد يحسد، بس مستحيل واحد من جماعتك راح تشوفه يحسد ايلون ماسك مثلا ويخليه يقعد على الحديدة ويسد موقع اكس، او واحد يحسد لك بيل جيتس لحد ما يعزل مايكروسوفت، او يجيك واحد يحسد لك ترامب لان عنده سلسلة من الفنادق. مستحيل راح تشوف صاحبك يحسدك انت اذا اشتريت لك حذاء جديد مثلا لا تاخذ على نفسك. فهنا أرسطو قال انت راح تحسد الناس المحيطين بيك بشغلتين، لو الناس اللي تشاركك بنفس الشغل اللي انت تشتغله، لو ناس تشاركك بنفس الطموح اللي انت تطمح له.
حبسط لك الفكره. تخيل نفسك انه انت صفاف كاشي، يشتغل وياك واحد ولد اسمه سعدون ينقل لك جبل. انت نفسك عندك ولد صديقك اسمه انور، هذا انور شرطي، الله سهل له الانور وترقى من شرطي صار مفوض. انت هنا راح تضوج من انور؟ وانا مالي بمشاكلك مع انور ده؟ اكيد انت راح تفرح الانور. ليش؟ لان انور ما يشاركك بنفس الشغل اللي انت تشتغله. هنا ما اتوقع ان انت راح تحسده، لكن سعدون نفسه اللي ينقل لك جبل. إذا في يوم من الأيام تعلم الصنعة والله وفقه وقام يستلم شغل بمكانك وشغل أكثر منك، أنت هنا راح تكوم السعدون. ليش؟ راح تقول سعدون كان ينقل لي جبل، هسه صار قسطة؟ أي ياباه، إيه الله يوفقه. ربنا يكرمه يا رب، يا رب. أرسطو رجع نفسه ايش قال؟ قال انت نفسك راح تحسد ناس تشتغل بشغل غير شغلك لكن تشاركك بالطموح. فخليني اعتبرك انه انت نفسك صفاف الكاشي، عندك ولد صديقك اسمه معتز فيتر. يوميا انت ومعتز تقعدون بالليل، واحد يكذب براس الثاني واثنينكم تتمنون انه يصير عندكم فلوس، وواحد يقول للثاني شو وقت تنطق للستار. في يوم من الايام معتز فكر تفكير خارج الصندوق وقال اني فيتر دا اصلح سيارات، من اصلح سياره خلي افتح لايف على التيك توك لعله وعسى يصير فد شيء. يومين 3 بدا معتز ينعرف كلش وبدا ينشهر وصار مشهور وفيتر له وزنه وطاق للستار. انت هنا ايش راح تقول؟ يا ابن الكلب يا معتز. انت هنا حتكوم المعتز وتحزده. ليش؟ لان هو صح فيتر وانت صفاف كاشي، لكن اثنينكم كنتوا تتمنون ان تصيرون طاقين للستار، وهو سبقك بهاي الخطوه وصار طاق وانت بعدك، فاكيد حتكومه. مشكلة انه العلماء ما حكوا هوايه على الحسد، لان الناس ما تقبل تقول انه هي تحسد. هالشي خلى اكو هوايه تساؤلات ببالي. على سبيل المثال، هل الحسد مرتبط بالطاقه؟ يعني هل الانسان اللي يقدر يحسد بحيث يأذي المقابل عن طريق طاقه معينة، عن طريق الهالة مالته؟ هذا الشيء ما حد جاوبني عنه، وش قد بحثت صراحة ما لقيت إلى أي جواب. فإذا حد يعرف جواب أتمنى أنه يذب لي المصادر بالتعليقات أو يدز لي إياها برسالة خلي أشوفها. النصيحة اللي أكثر الناس مشوا بيها حتى يخلصون نفسهم من الحسد هو الكتمان. حلقك سده، مع احترامي إليك. لا تتباهى بالنعم اللي جتك قدام الناس وتخبصنا وتشيرنا على الانستغرام انت واقف وراك السيارة مالتك وانا الذيب، والثاني يوم اخوك ياخذ السيارة ويقلب بيها يم الجسر وتقول يا ترى ليش قلب؟ شغل دي، شغل بصر دي. خليك ذيب بينك وبين نفسك ولا تقول لنا انه انت ذيب يا اخي. لا تنشرون شيء رجاء يعني. قبل لا تحزدوني سووا لنا لايك وسبسكرايب، فعلنا جرس التنبيهات، واشوفكم ان شاء الله بحلقة جاية. في امان الله.